السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده يا صديقي انا جاي اكلمك وفضفض معاك عن طريقة التعامل مع التعليقات السلبية اللي انت بتشوفها في حياتك عموما، على السوشيال ميديا، في شغلك، في بيتك، في اي مكان. بس قبل ما ندخل في الموضوع خليني اقول لك ان انا واحد من الناس بفضل الله ما بحبش المثالية، ما بحبش الناس اللي عايزة كل حاجة تبقى صح ومفيش غلطة في الحياة، اللي عايزك وانت بتقول جملة كده قدام الكاميرا مفيش حرف فيها يبقى غلط. الناس دي او المثالية بتاعتهم بتضايق ناس كتير وانا واحد منهم. في ناس بتخاف تغلط فما بتعملش حاجه. يعني ايه؟ يعني في ناس خايفه تبدا عشان لو غلطوا في حرف الناس هتقوم عليهم فما بيبداش، وده غلط. اي انسان في العالم خلقه ربنا بيغلط وغلط قبل كده، تمام؟ خلينا متفقين على الحته دي. طيب انا لما اجي احكي لك التجربه بتاعتي دي انا مش بطلب منك لازم تعمل كده. يعني في موقف معين انا عملت فيه حاجه وانت تقول لي ايه ده يا عم، ايه المثاليه الزياده دي؟ ما تعملهاش. لو انت مش عارف تعملها ما تعملهاش. انا بحكي لك تجربتي، وجايز اكون بكذب، وجايز اكون بالف حاجه انا مش عارف اعملها، جايز كل ده جايز. احنا على العالم الافتراضي، عشان كده بقول لك انت بتسمع تجارب الناس وتشوف الحاجه المناسبه ليك تعرف تعملها ولا ما تعرفش، وبس يا باشا. بسيطه جدا. كلنا يا صديقي او خلينا نقول معظمنا بنحب ان الناس تشكر في الحاجه اللي احنا بنعملها. انا عملت حاجه بحب الناس تدخل تشكر لي فيها وتسلم ايدك وايه الابداع وايه الجمدان ده، كلنا بنحب كده. وفي نفس الوقت ما بنحبش حد يقول لنا تعليق سلبي حتى لو احنا مش محترفين. يعني حتى لو لسه مبتدئين وعملنا حاجه وحشه مش حابين حد يطلع يقول ايه الوحشه دي وايه الزفت اللي انت عامله ده. محدش بيحب كده. بعض الناس عندها نضج بتستغل الحاجات دي عشان تتطور. هنتكلم عن الكلام ده كمان شويه. بس اهم حاجه عرفتك ان طبيعي وبديهي ان كلنا بنحب الناس تقول لنا كلام حلو، صح؟ طيب لو انت واحد من الناس اللي مش عايز يجيلك تعليقات سلبيه في حياتك يبقى ما تخشش عالم صناعه المحتوى، لانك هتقابل كتير جدا ناس حتى لو انت مستواك احترافي ما فيهوش غلطه ومثالي بقى بجد هتقابل ناس برضه وتغلط فيه. يبقى ما تخشش المجال ده. لو انت بقى عندك القناعه انه ده تمام ومفيش مشكله فيه يبقى كمل. لازم تفهم ان في كل الحالات هيطلع لك التعليقات السلبيه. انضم لكورسات الاكاديميه المدفوعه وخد المميزات اللي جنب الكورسات، وباستخدام كود يوتيوب هتقدر تاخد خصم 35% على اي كورس. تعالى بقى نصنف انواع التعليقات اصلا وتتعامل معاها ازاي. اول نوع من انواع التعليقات معانا هو تعليق بناء محترم، وده نوع التعليقات اللي كل الناس بتحلم بيه. تعليق لو جالك اعرف ان انت مستواك هيبقى في حته تانية، خصوصا لو هو صحيح. يعني تعليق بناء باسلوب محترم. شخص داخل قال لك الكورس بتاعك ده جميل، تسلم ايدك جدا، الفيديو تحفه، بس خلي بالك في الدقيقه رقم 5 الصوت كان واطي، في المره الجايه حاول تحسن الصوت في الحته دي. شايف؟ شخص متربي 5 مرات ادالك نصيحه وكلامه صح وباسلوب محترم. اللي زي ده تشيله فوق راسك وتدعي له وتقول يا رب الناس كلها تبقى زيك، علشان ده لو كل الناس بقت زيه كلنا مستوانا هيتغير وهيبقى في حته تانية وحالتنا النفسيه هتبقى ممتازه. بناخد معلومات من الناس وفي نفس الوقت باسلوب محترم. تاني تعليق معانا هو تعليق بناء باسلوب غير محترم، وهنا الناس بتنقسم. هقول لك انا بعمل ايه وانت اعمل ايه المناسب ليك. محدش يقدر يفرض عليك طريقه تتعامل بيها مع الناس. تعليق بناء فعلا. ليه بناء؟ عشان هو قال لك نصيحه فعلا موجوده. نفس القصه، الكورس كويس والصوت فيه مشكله فهو مش هيقول لك الكورس كويس. الصوت في الدقيقه 5 ده صوت زي الزفت، يا ابني اتعلمه بقى، ويفضل بقى يهزقك ويبهدلك ويهينك. طيب لو انت تغاضيت عن الكلام اللي هو قاله، المعلومه اللي هو قالها صح ولا لا؟ تقول لي صح. طب لو اتعاملنا معاه بمبدا ان احنا نجنور او نطنش الكلام اللي قاله وناخد المعلومه الصح اللي انا ممكن ما اكونش عارفها، فانا كده هتطور. لو انا عملت سكيب للناس دي كومبليتلي مع السلامه باللي انت قلته، ممكن محدش تاني يجي يقول لي على المعلومه بتاعت الصوت دي وما اعرفهاش وافضل على كده. فهنا زي ما قلت لك ممكن تتغاضى عن اللي قاله ويا عم شكرا على التعليق اللي انت بعته اللي هو فعلا فادني، بس يا ريت تبقى تحسن اسلوبك بعد كده مثلا. يعني ممكن تقول له يا ريت تبقى تحسن اسلوبك، ممكن تطنشه تماما وتشوف النصيحه بتاعته وتعمل. في موقف حضرني لواحد اجنبي كان كاتب على موقع ميديم مقال، وده واحد دخل كتب له تقريبا ذيس سكراب او يعني شتمه تقريبا حاجه زي كده. الشخص عمل حركه استوقفتني شويه، عجبتني صراحه. ما دخلش قال له هو انت اللي كراب وابن كراب، لا يعني قال له كراب ليه، او ساعتها الشتيمه قال له ليه. ما بصش بقى اللي هو انت ابن كذا وكذا، اهو انت اللي ابن كذا، ونشخصن بقى الموضوع. هو الاول شخصن ممكن انت بتردش عليه بالشخصنه، قول له ليه. سبحان الله لما قال له ليه لقيت الاجابه مقال تاني. والله لو عندي اللينك هشيره لكم عشان تشوفوا الموقف الجميل ده. المقال كان جميل وتحفه. فواحد شتم فالتاني قال له انت بتقول، واحد مثلا قال له انت حمار، التاني قال له حمار ليه. تمام. في ناس بقى عندها انت حمار ده انت اللي ابن ويديله بقى ويفرش له الملايه. لا هو قال له حمار ليه؟ قال له عشان النقطه دي غلط والصح بتاعها
بتاعها كذا كذا كذا، وراح كاتب له مقال تاني. السؤال اللي انا عايز اساله لك، لو الشخص ده دخل فيه شمال وشتمه زي ما انت حمار، ده انت اللي جاموسه، خلاص على كده كان هيكتب له التعليق ده؟ ما كانش هيكتبه له. فانا مش هفرض عليك برضه، وهقول لك اوقات لما بنتغاضى عن اسلوب الناس وناخد النصيحه بتاعتهم ممكن يكون عنده علم ويزود لك. فانت يا صديقي لو خدت الملحوظه دي وطنشت الكلام جايز تستفيد. في بعض الناس يعني ما عندوش اخلاق بس عنده علم، ممكن يضيف لك العلم ده وتغاضى عن اخلاقه. والله انت ما بتقبلش ده، طيره من حياتك وانسى يا باشا، وان شاء الله ربنا يبعت لك اللي يدي لك الفيدباك او النصيحه اللي تفرق معاك باسلوب محترم. تمام كده؟ تالت تعليق معانا بقى هو التعليق الساخر المتنمر المستفز اللي بدون سبب. واحد ما يعرفكش خالص ويدخل يكتب تعليق ملوش علاقه بالمحتوى اصلا، يعني اللي هو ده انت صوتك مستفز. مال صوتي انا ما بشرح برمجه مثلا، انت عايز ايه من صوتي؟ الكلام ده تقوله لمغني، لما مغني بيغني تقول له انت صوتك مسرسع، بس هو مغني الكونتنت اللي بيقدمها لك صوت. في حد تاني ممكن بيشرح لك حاجه مالكش دعوه بصوته. في واحد يقول له انت تخين في الكاميرا، خس. برضو اللي انت ممكن تقول له التعليق ده ولو انه مش من حقك، برضو يكون واحد بيعلمك تعمل دايت، ساعتها اقول له انت تخين بتكلمني في الدايت ليه؟ ودي شخصنه اصلا مش من حقك تقول. انما انت مالك بجسم واحد بيعلمك برمجه ولا بيعلمك كورس في التسويق؟ انت مالك بجسمه؟ انت مالك بالحاجه اللي موجوده وراه؟ انت حاطط وراك مثلا ايه، نمليه وفيها اطباق، انت مالك؟ انت جاي تاخد كونتنت معين مالكش علاقه بالكلام ده. التعليقات اللي زي كده برضو بتختلف من شخص للتاني بتتعامل معاه ازاي. في بعض الناس اصلا بتعمل حاجات تخليك تستفزك وتكتب تعليقات زي دي عشان يزودوا الريتش. دول مش ممكن يعملوا لك بلوك، هو عايزك اصلا، هو عايز الشتايم والاستفزاز ده عشان يزود الريتش. الناس المحترمه اللي مش بيفرق بقى معاها الريتش والكلام ده، او يعني اقصد مش بيفرق معاهم النوع ده من الناس، لو انت من النوع اللي التعليقات دي بتاثر فيك يبقى بلوك وهايد فروم تشانل وابعده عنك ما تشوفوش تاني، ما دام بيأثر عليك نفسيا. كتير جدا من الناس كده، عشان ما تفتكرش ان انت غريب. مش غريب الشيخ، غريب. عايز اقول لك ان ليا صديق في مره واحد كتب له تعليق على القناه بتاعته استفزه جدا وتعب وخلانا نخرج 3-4 ايام، رحنا فندق في مدينه تانية عشان يفك عن نفسه بعد التعليق ده. تقول لي يا نهار ابيض على الافوره، تعليق عمل فيه كده؟ تعليق دمر له نفسيته. فلو انت من نوع الانسان اللي التعليقات دي بتخليك تبتسم زي انا كده ببتسم للحاجات دي واسيبها، الا لو قل ادبه عشان ما احبش المتابعين يشوفوا تعليقات فيها كلمه قله ادب فببلكه. لكن تعليق مثلا مستفز وعايز يخنقني والكلام ده ببتسم واسيبه. مش مطالب تعمل كده زي ما قلت لك. في تعليقات زي كده بتأذيك طيرها من حياتك، ما تجادلش معاه، هو ما يعرفكش ودخل عمل كده، تخيل بقى لو عارفك هيعمل ايه. رابع نوع من التعليقات بتاعتنا هو الهيترز او الكارهين. الكارهين دول ليهم انواع، محتاجين فيديو، لا محتاجين بلاي ليست نتكلم عنه. الكره يا جماعه افظع من افظع الامراض اللي في العالم. الكره ده يعني مش مجرد مرض، الكره ده ممكن يوديك في حته تانية، ممكن يخليك تعمل حاجات خزعبليه. اللي بيكرهك هيعمل اي حاجه في الدنيا عشان يبوظ اللي انت بتعمله. وده زي النوع اللي فات، التعامل معاه نفس الطريقه، بلوك من حياتك، او لو هتقدر تتعامل معاه تسيبه، ما تردش عليه. اوعى تنحدر لان انت تتعامل مع التعليقات دي وترد عليها، اوعى، كمل حياتك وانتج. لو في نصيحه منهم او في حاجه بجد هتزود لك خدها وادعي له في ظهر الغيب، او ادعي له قول له شكرا يا عم، شكرا على النصيحه الحلوه دي، وسيبك من الاسلوب بتاعه عشان انت هتنجرف معاه ومش هتعرف تعمل حاجه في حياتك تاني. الكارهين بيعملوا حاجات خرافيه مش ممكن تتخيلها. الكاره ده ممكن يكرهك وانت ما تعرفش عنه حاجه وما شفتوش في حياتك وما عملتلوش حاجه، هو مولود بيكرهك، بيكره حاجه انت بتعملها هو كان نفسه يعملها. عمرك شفت حد كرهك علشان انت عملت حاجه كان هو نفسه يعملها؟ تقول لي شفت كتير جدا. هقول لك صح، انا شفت كتير جدا. انا كل شويه اسمع ناس بتحكي الحكاوي دي، واحد كرهك عشان انت عملت حاجه هو كان نفسه يعملها وما عملهاش. طب انا ذنبي ايه؟ ذنبك ان انت عملتها وانا كان نفسي اعملها فانا هكرهك. النوع ده من الناس بينك وبين نفسك كده المفروض تتعامل معاه ازاي؟ ولا كانه موجود. بس في ناس بتشبه التعليقات السلبيه دي بشوكه جوه الاكل. مش مهم ان حاجه تكون حجمها كبير عشان تاذيك، ممكن تعليق صغير زي ما حكيت لك من شويه يدمر نفسيتك. تخيل ان انت بتاكل كميه لحمه سمك كبيره كده وفي شوكه صغيره انت مش شايفها، كلت اللحمه، الشوكه الصغيره دي ممكن تبهدل لك حياتك وتفتح لك جرح في زورك مع انها صغيره. الفكره هنا مش في الحجم، الفكره هنا في وجودها وتاثيرها عليك. عشان كده انت لازم تحدد من البدايه كده خالص الحاجه دي وجودها بيأثر عليك نفسيا، يبقى طيرها ما تشوفهاش تاني.
ما تديش للشخص ده البرميشن انه يكتب تعليق تاني بعد كده، هيجي بعضويه تاني وان عدتم عدنا تعمل نفس القصه. لكن انت متفاهم معاه، خلاص متفاهم الحاجه دي موجوده وسيبه يفرغ طاقته، تمام. في نقطه تانيه مهمه جدا، كتير جدا من الناس بتاخد الموضوع بشكل شخصي، لكن هو مش بشكل شخصي. في بعض الناس بتكتب لك تعليق وهي اصلا ما تعرفكش، هو ما يعرفكش، هو ما يعرفش شخصيتك، هو ما يعرفش انت بتعمل الفيديوهات دي وبتتعب فيها ازاي. هو جاي بيفرغ طاقته في التعليق ده، سيبه يفرغ طاقته. لو الموضوع مش مؤذي ليك زي ما قلت لك سيبه خلاص. واحد فرغ طاقته يمكن في يوم ربنا يهديه ويشفيه وتلاقيه بقى واحد تاني، ممكن تلاقي فرصه ساعتها انه يقول لك انا اسف ان انا قبل كده كنت بعمل كذا كذا، ربنا هداه وشفاه خلاص. لكن يعني قطع الفرصه عليه مش دايما بيكون كويس. لكن لو انت عايز تعمل ده جوه يا باشا اعمله، محدش يقدر يقول لك لا. دلوقتي احنا اتكلمنا عن كل تعليق ونوعه والتعامل معاه ازاي. في بقى نصايح عامه للتعامل مع التعليقات. دي نصايح عامه، مش هقول لك بقى نوع التعليق ايه وترد عليه ازاي. النصايح العامه دي فكر فيها شويه كده وطبقها على كل التعليقات. اول حاجه، ودي مش في التعليقات بس، في حياتنا عموما، افصل المشاعر عن المنطق. في ناس بترد بالمشاعر، انا حاسس مش عارف ايه فهديله بلوك على طول. لا، افصل المشاعر عن المنطق وفكر شويه قبل ما ترد على اي نوع من انواع التعليقات. جايز تغير رايك او تشوف حاجه بشكل مختلف لما تبعد المشاعر عن طريقه التعامل مع اللي قدامك. تاني حاجه، قبل ما تتضايق من التعليق او قبل ما تبص له اي بصه، اسال نفسك في فايده من التعليق ده انا هاخدها؟ تقول لي والله بص الراجل كاتب حاجه فيها فايده، خد الفايده. قلت لك في النقط اللي فاتت خد الفايده. والله ما فيش اي فايده من التعليق، برضو تفكر في فايده لو انا رديت عليه. لا ما فيش فايده، هو مثلا داخل كارهني، هو مثلا كده كده بيفتي، هو بيهبد، هو متضايق، خلاص يبقى ما فيش فايده، يبقى ما تردش. طيب في فايده من وجود التعليق؟ الشخص دلوقتي كتب تعليق رخم لكن بعدين ممكن يكتب تعليق حلو، خلاص خليه. لكن لو ما فيش فايده وهو كل تعليقاته كده، وناس كتير بتلاقي يعني لما بتدور في تعليقات واحد معين كل تعليقاته شتيمه، تهزيء، اهانه، ما فيش فايده منها، يبقى هايد فروم تشانل، بلوك من حياتك، ما تتعاملش معاه تاني لو انت في الريل لايف او في الحياه العمليه. يبقى كل واحد بناء على تعليق وتقدر تشوف هتعمل معاه ايه. ثالث حاجه، حاول تدي للجمهور فرصه يرد. الناس المتابعين المحترمين بتوعك ممكن يكون عندهم وجهه نظر غير وجهه نظرك، فلما بتديهم فرصه يردوا، اولا ساعات بيدافعوا عنك، ثانيا ساعات بيصححوا حاجه انت ما عرفتش تصححها، ثالثا ممكن يكون اعلم منك بكتير ويقنع الشخص بحاجه انت برضو ما تكونش هتعرف تقنعه بيها او ما كانش في بالك النقطه دي عشان تكلمه فيها. فالجمهور ليه دور، الجمهور دول ناس متعلمين وفي منهم اللي افضل منك، هم مش متابعين معناهم ان هم دايما وراك او اقل منك، طبعا لا. اخر حاجه معانا هي حته تنميه بشريه كده في النص. انا عارف ان انت هتقول كده، ان انت ازاي تحول التعليقات السلبيه دي ان انت تبقى انسان نشيط وتعمل شغل بالتعليقات دي. عمرك سمعت عن حد ما بيشتغلش الا وقت المصايب؟ طب سمعت عن حد ما بيشتغلش لما حد بيضايقه؟ هتقول لي ما سمعتش، هقول لك غلطان، سمعت. تعرف حد من اصحابك بيقعد في بيته ما بيشتغلش الا لما مراته تطلب منه فلوس فينزل يشتغل؟ هو ده نفس المبدأ، ده نفس المبدأ. هو معاه فلوس قاعد، طب ما تنزل تشتغل. لا اصل انا معايا فلوس، الدنيا ستيبل، اشتغل ليه؟ اول ما مراته تطلب منه فلوس احنا مزنوقين، يبدأ ينزل يشتغل. نفس المبدأ بالظبط. في فترة من حياتي عملت كورس 34 فيديو في يوم واحد. عارفين السبب كان ايه؟ مش هتصدقوا، بس اوعى تقول لي هنعمل كده دلوقتي ونضايقك. هي كانت ساعتها يعني ان في صفحة عملت صورة عني واتريقوا عليا، والله العظيم ان الصورة ما ضايقتني، بس في اليوم ده اتحمست بالليل، قعدت من الساعة 1 او 12 تقريبا لحد صلاة الظهر، صليت الظهر ونمت. عملت ايه بقى في ال 12 ساعة دول؟ سجلت 34 فيديو، كورس كامل. لحد يومنا ده انا مش عارف اعمل الحركة دي، بس عايز افهمك ان الحركة دي ما كانتش هتحصل لما كنت شفت الصورة اللي المفروض تضايقني دي، الصورة اللي فيها حد بيتريق عليه. كان هدخل انام زي كل يوم او اسجل لي فيديو بالليل وانام، فيديوهين يا عم، واقول ايه الانجاز العظيم ده. الصورة اللي المفروض تضايقك وتكسرك شجعتني. لو انت شايف ده تنمية بشرية، حق والله مش هلومك، بس والله ده اللي حصل وربنا يشهد عليا. التعليقات السلبية يا صديقي مش هي المقيم او مش هي التقييم لشغلك. تقييم شغلك هو الناس اللي اتعلمت منك واستفادت منك واللي بتقول رأي محايد، دي الناس بجد اللي تقدر تقيم شغلك بيها. واحد هيطلع يقول لك على فكرة انا استفدت منك جدا بس انت عندك مشكلة 1 2 3، تبدأ تشوف واحد تاني وتالت بيقولوا كده. ده بقى المقياس الحقيقي اللي انت تقيم بيه شغلك، مش الناس اللي بتقيمك سلبي او مش الناس اللي داخله تغلط فيك وخلاص. حتى الناس اللي بتكتب لك ملاحظات باسلوب مهين، هو اصلا داخل يكتب لك ملاحظات بس اسلوبه هو مهين، بدليل ان في واحد قبله كان اسلوبه كويس. يعني مش ده الطبيعي ان انا لما ادي لك ملاحظه لازم اهينك، مش منطقي خالص. فالمقياس هو الناس اللي اتعلمت منك او الناس اللي فاهمه ومشهود ليهم بانهم بيقولوا راي سليم، دول اللي انت ممكن تخليهم يقيموا انت فعلا بتقدم حاجه كويسه ولا لا، انت فعلا في شغلك بتفيد الشركه ولا لا، هم دول اللي يقيموك. في النهايه يا صديقي
صديقي قبل ما تتضايق او تكره اي حد من اللي بيكتبوا لك التعليقات، خليك فاكر ان معظمهم ما يعرفوش انت مين. يعني الموضوع مش بيتكلم في شخصك، هو بيتكلم في المحتوى، هو ما يعرفش انت مين. فقبل ما تدخل بنفس طريقته وتشخصن الموضوع، حاول تتكلم بمنطق وتشوف هو بيناقش المحتوى، ناقش معاه المحتوى. ما هو هنا ما بيتكلمش عنك، اللي بيتكلم عنك ده معروف ان هو بره المحتوى. واحد جاي سايب المحتوى وبيقول لك انت تخين ليه، ده ما تتعاملش معاه، ده حرام انك تضيع دقيقة في النقاش معاه. في النهاية انا عايز ارشح لك كتاب جميل قوي اسمه ذا فور اجريمنتس. الكتاب ده بتاع مؤلف اسمه دون ميجول، هسيب لك طبعا في الوصف كل الحبشتكنات بتاعت الكتاب. يعني في فصل كامل في الكتاب ده بيتكلم عن الفكرة دي، don't take anything personally، ما تاخدش كل حاجة بشخصنة او ما تاخدش كل حاجة ان هي مسألة شخصية. جزء كامل في الكتاب بيتكلم عن الحتة دي، هتفرق معاك بجد في حياتك. يلا بينا بقى على فقرة الايتمز ولا ايه؟ يلا بينا. النهارده عندنا 3 ايتمز. اول ايتم عندنا للبنوتات الصغننين عندنا في العيله، ده مشط ومرايه، لقيتهم شكلهم خرافي. انا بحب الحاجات اللي هي بتاعت الف ليله وليله دي. المشط حديد وعليه زخارف جميله 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 بجد. يعني البنوتات الصغيرين والكبار يعني يفرحوا بيه جدا. والمرايه مش عايز تطلع، شكرا. دي المرايه، استنى كمان ما اشوف انا باين فيها. دي المراية شكلها بصراحة جميل جدا، والمشط شكله برضو جميل جدا. الحاجة التانية معانا دي شنطة مصغرة كنت احط فيها 300 جنيه ولا حاجة. عجباني جدا الشنطة. لسه جايب شنطة حديد برضو زيها ضخمة. جماعة انا عجبني الشنطة، الكواليتي والسعر الرخيص، ممكن تحط فيها اي حاجة. هما كاتبين بتحط فيها فلوس، زي ما قلت لك ممكن تكفي بتاع 300 جنيه عشرات. وطبعا لما يجي حد يسرقها هيسرق الشنطه باللي فيها، منطقي يعني. اخر حاجه معانا بقى هتعجبكم قوي ان شاء الله يعني. بص بصه كده وانزل في التعليقات قبل ما تكمل الفيديو قول لي ده ايه. ده اسمه AI ترانسليتور، ده جهاز بيترجم من لغه للغه. ليه جبت الجهاز ده؟ في ناس هنا في البلد اللي انا فيها ما بيعرفوش انجليزي. هتقول لي يبقى بيتكلموا عربي، اقول لك يا ابن الايه ده انت ذكي ذكاوه، ايه الحلاوه دي؟ لا هم ما بيعرفوش انجليزي ولا عربي، فحضرتك عشان تتعامل معاهم لازم تعرف بعض الكلام من لغتهم، تمام؟ ما بيعرفش انجليزي ولا عربي، اللي هو انا مش عارف اقول له ايه. يعني انا مثلا وقعت في بنت من فيتنام من الصين، هكلمها ازاي؟ ما بتعرفش كلمه انجليزي. بص يا صديقي، ده الجهاز بتاعنا اهو. الجهاز ده انا جبت منه كذا واحد، في واحد بالانترنت وواحد لا، وده فيه AI. خليني كده ادوس على التاتش عشان اتكلم فهمك دلوقتي الفكره، ولسه بيفتح. المفروض ان انا بقابل حد هو مش فاهمني، ترانسليتور زي اللي في جوجل، بس فكره انه جهاز معاك كده في كل حته لطيف يعني. انا دلوقتي خلينا نشوف هو عايز مني ايه. بيعمل كونكت، تمام كونكتد. انا دلوقتي ايه هقول له؟ انا عايز اتكلم مصري وهو يترجم لصيني. يا رب بس تكون باينه عنكم اهو. انا كاتب له اصلا كلام قبل كده، كنت بفرج ابراهيم عادل على الجهاز فقال لي ملاحظه. طب انا هتكلم عربي دلوقتي. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ انا اخوكم اسامه من مصر. عارفه لو كنت بتشتمي والله العظيم هدي عليك. طبعا في لغات 140 لغه تقريبا، ففكرته جامده، موجود في جوجل زي ما قلت لك. بس فكره جهاز معاك، مش هقعد اطلع نت في مثلا في مطار او في حته ما فيهاش نت وبعدين اكتب كلمه واوريها خد الموبايل واكتبي هنا. فكرة الجهاز جميلة، هتكلم وهي هتتكلم. قبل ما تحس ان انا قديم، انا شفت الجهاز ده من كام سنة زمان بس ما كنتش اعرف بيتباع فين. الجهاز ده قديم جدا، موجود منه من سنين، وشفته في فيديوهات قديمة جدا على اليوتيوب كان فيها الجهاز ده، عشان بس تفهم الفكرة دي مش جديدة. بس انا عجبني الجهاز، في بعض الحاجات بشتريها بحس انها فعالة فبتعجبني. يا رب يكون عجبكم انتوا كمان. استنى اقول لكم اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. يا رب الفيديو يكون عجبكم. اخوكم اسامة من قناة الزيرو تيوب. 我会在新视频中见到你，主啊，你和你来自邻频道的兄弟奥萨马会喜欢这个视频。السلام عليكم.